احنا نعمل اعلان جديد نسيبه شغال ساعتين ثلاثه، جاب مبيعات خير وبركه، ما جابش ايه ده؟ ما جابش مبيعات ليه؟ لا نقفل الاعلان. طب وبعدين نعمل اعلان جديد نسيبه كمان شغال ساعتين ثلاثه، جاب مبيعات هو ده الكلام، ما جابش مبيعات ونطفي الاعلان على طول. طب وبعدين اليوم خلص، نصحى بكره الصبح، نصحى تاني يوم نعمل اعلان ثالث جديد ونسيبه شغال ساعتين ثلاثه، جاب مبيعات خير وبركه، ما جابش نطفيه ونعمل رابع. وبعدين الدوامه اللي انت حاطط فيها نفسك دي ملهاش نهايه، هتعمل اعلان واثنين وثلاثه وعشرة وعشرين ومش هتوصل لحاجه يا صديقي. مفيش منصه اعلانيه هتاخد الاعلان بتاعك في ظرف ساعتين ثلاثه ولا حتى يوم وتعرف توصل لك الاعلان بتاعك للفئه المستهدفه بالظبط. ما هو مش ساحر، هو محتاج وقت عشان ياخد خبره ويتعلم ويقرا الاعلان بتاعك، يقرا الفيديو والصوره والتكست اللي انت كاتبه ويعرف انت بتبيع ايه لمين بالظبط، ويبدا ينقي من كل الملايين اللي عنده الخمس ست سبع تمن 10,000 واحد اللي انت هتطلعهم النهارده. ده عشان يتظبط بياخد وقت، فوارد جدا اول 1000 2000 3 4 يشوفوا اعلانك ما يبقوش هم اللي عليهم العين، ما يبقوش هم الفئه المستهدفه بجد اللي فعلا هتشوف اعلانك وتبدا تعمل اوردرات وتشتري. فمش اول ما شاف اعلانك 2000 3000 واحد ما خدوش اكشنز ولقيت الارقام زي الزفت تقوم راح طفي الاعلان. ما هو الاعلان الجديد هيمر بنفس المرحله، برضه هيظهر في الاول ل 1000 2000 3000 واحد لسه مش عارف يوصل للناس اللي انت عايزهم صح. يعني نعمل ايه يا عم سامر؟ اصبر يا حبيبي، اصبر شويه، الاعلان ياخد اتليست يومين اتنين متساب. طب وحش، طب حلو، يتساب، شوفوا يومين اتنين شغال عامل ازاي وبعد يومين نتكلم ونحكم. لكن ما دون ذلك احنا بنلف في متاهه ملهاش نهايه. وبكده يبقى يلا بينا نعمل